ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كتير مننا بيشوف كوابيس مفزعة، وبيصحى من النوم حاسس ان هو كان مش قادر يتحرك، وان هو كان عايز ينادي لحد وما قدرش ان هو يعمل كده. كتير مننا بتشوف بيحس ان جسمه كأنه مشلول، وكأن حد واقف فوق جسمه او طابق على صدره ومش قادر يتحرك، وان هو مش قادر يتنفس، ويحس ان هو بشلل تام في جسمه ونبضات سريعة. ودوت بيسمى الجاثوم. الجاثوم ده نوع من أنواع الجن. هو بييجي للإنسان اللي ما بيحصّنش نَفْسه قبل ما بينام، وما بيكونش متحصّن صح. طَب أنا أحصّن نَفْسي إزاي، وإيه الصورة اللي تخلّي إني لا أشوف كوابيس مفزعة ولا أشوف الجاثوم دوّة؟ وإحنا عارفين إن الأحلام المفزعة بتكون من الشيطان. الشيطان بيحاول إن هو دايمًا يخوّف البني آدم، دايمًا يحسّسه بالرعب، دايمًا يقول له أحلام مفزعة. والأحلام المفزعة ديّة بتكون ما هياش رؤى وما هياش رسائل تحذيرية من ربنا، دي بتكون منين؟ من الشيطان. عايز يخلّي البني آدم على طول في هَم وغَم، وعلى طول شاغل باله بالأحلام وبالحاجات الصعبة دي. والرسول كان معلّمنا عليه الصلاة والسلام إن إحنا لمّا نشوف رؤية صعبة، إن إحنا ندفل على إيدينا الشمال، وإن إحنا نستعيذ ربنا منها، وإن إحنا ما نحكيهاش لحد عشان ما تقعش، حتى لا تقع هذه الرؤية. لإن الرؤية بتبقى معلقة، بمجرد إن أنت بتحكيها، لو حد فسرها لك غلط بتقع، وبيحصل زي ما اتفسرت الرؤية بالضبط. طب أنا أحمي إزاي نفسي من الجاثوم ومن الكوابيس، وإن أنا أنام نوم مستريح، وإن لمّا آجي أحلم يكون رؤية مش حلم، وإن تكون حاجة كويسة من عند ربنا بُشرى ليّا؟ في ناس كتيرة أوي من كتر ما الأحلام بتاعتهم بتبقى صعبة، والكوابيس اللي بيشوفوها كل يوم بيقعدوا يدعوا ربنا إن هم ما يحلموش أبدًا ولا يشوفوا أي أحلام. طب أنا أعمل إيه عشان إن ما يحصليش الحاجات دي؟ الصورة اللي بتحميك وبتخلّيك في حفظ وفي حرص، يعني في حفظ من الشياطين ومن الجن ومن أي شيء، هي سورة آية الكرسي. قبل ما تنام اقرا آية الكرسي بصوت عالي. عُمر ما هيقدر ييجي لك لا جِن ولا أذى ولا شيطان، اوعى تنساها في يوم. اوعى تنام يوم من غير ما تقرا آية الكرسي. آية الكرسي دي بتحفظك وبتحميك، بتبعد عنك الشياطين، بتنام نوم هادي جدًا ومستريح، بتخلّيك إن أنت نايم نوم جميل جدًا. تبدأ بقى تشوف الرؤية، ودايمًا نعمل ناخد الوصايا أو الحاجات اللي كان بيعملها الصالحين. السيدة عائشة كانت قبل ما تنام تقعد تدعي ربنا: اللهم ارزقني الرؤيا الصالحة المبشرة الحقيقية الصحيحة. هو ليها دعاء كانت بتدعيه إن ربنا يرزقها رؤية تكون صالحة ومبشرة وحقيقية، يعني ما تكونش رؤية كاذبة من الشيطان مثلًا. تفضل تدعي ربنا وتستعين بربنا إن أنت لمّا تنام إن ما ييجيلكش أي شيطان، ما ييجيلكش أي جِن، ما ييجيلكش أي كوابيس. اقرا آية الكرسي بصوت عالي في الأوضة اللي أنت بتنام فيها. نفّض السرير سُنّة عن الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرّات وإحنا بنقرا بسم الله الرحمن الرحيم، قُل هو الله أحد، قُل أعوذ برب الفلق، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت بتنفض السرير بتاعك. السُنن المهجورة ديّة يا جماعة لو إحنا مشينا عليها ورجعنا للدين بتاعنا صح، هنبدأ حياتنا كلّها هتبدأ تتغيّر. اقرا آية الكرسي قبل ما تنام. ولو أنت عايز تشوف الرؤى واضحة وصريحة وصادقة، طبعًا هتدعي وتقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني الرؤيا الصالحة الصادقة، التي المبشرة غير منفرة. وبعد كده لو أنت عايز بقى تشوف الأحلام بتاعتك واضحة وصريحة، وبقى لك كتير ما بتحلمش، بقى لك كتير ما بتشوفش رؤى، بقى لك كتير الدنيا مثلًا أنت يعني الناس تقعد تحكي لك أنا حلمت وأنا شُفت وأنا مش وأنت ما فيش خالص. اقرا سورة القدر. اقرا سورة القدر قبل ما تنام 40 مرّة أو 41 مرّة، أو افضل اقراها لحد ما تروح في النوم. وطبعًا بتكون قاري قبليها آية الكرسي بصوت عالي. دي بتخلّيك إن أنت تشوف رؤى كويسة جدًا، ورؤى حقيقية. بتبدأ بقى الرؤى بتاعتك تبقى واضحة وتبقى صريحة. يبدأ بقى ييجي لك كل حاجة مثلًا فيها إنذار أو تحذير ليك تبدأ تشوفها. يبقى كل حاجة بالنسبة لك واضحة وصريحة بصورة القدر. حاجة كمان بتخلّيني إن أنا في حفظ وفي حرص يومي، وإحنا برضه لازم ناخد بالنا منها، هي آخر آيتين في سورة البقرة: من قرأهم في ليلته كفتاه. كفتاه يعني هتكفيك الهَم والغم، هتكفيك الخوف، هتكفيك الكوابيس، هتكفيك الفزع، هتكفيك الشياطين، هتكفيك الجن، هتكفيك أي حاجة.
قول آية الكرسي قبل ما تنام. قبل ما تنام برضو اقرا اخر ايتين من سورة البقرة. نفض السرير بتاعك كويس، حصن نفسك كويس جدا، اقرا سورة القدر لو عايز تشوف احلام ورؤى صادقة وواضحة وصريحة. حفظوا اولادكم وخلوهم يقروا، وخلوا الاولاد يقروا وراكم آية الكرسي. خلوهم يقروا اخر ايتين من سورة البقرة علشان ما يشوفوش اي حاجة وحشة، عشان ما يشوفوش اي رؤى صعبة، عشان ما يقدرش يتمكن منهم لا انسي ولا جن ولا شيطان، ولا يكون نومهم فيه فزع وخوف. واحنا عارفين طبعا ان الاطفال الصغيره لما بيقوموا مفزوعين من النوم ما بيبقوش قادرين ان هم يعملوا حاجه. فهي الحاجات ديّة إحنا لازم ناخد بالنا منها. حافظوا كل يوم على آية الكرسي، اوعى تفوّت آية الكرسي في يوم. لمّا تحس بالخوف، لمّا تحس بالفزع، لمّا تحس إن أنت قلبك بيتنفض كده، اقرا آية الكرسي بصوت عالي جدًا في المكان اللي أنت فيه. اقراها في جميع الاتجاهات بتاعة الحجرة بتاعتك قبل ما تبدأ أو قبل ما تدخل تنام، أو قبل ما خلاص أنت داخل تنام. اقراها بقى في جميع الجوانب بحيث إن ما يبقاش الحجرة دي فيها أي شيطان، في مش هيمسّك أي شيطان ولا أي جِن لحد ما تصحى من النوم. حاولوا إن أنتم تمشوا على الحاجات دي، وإن شاء الله هتلاقوا أحلام سعيدة وهتلاقوا رؤى كويسة وما فيش كوابيس.